يبدا كده وتقول من جمعيه الشهاده الخيريه. طب يلا اتفضل. اتفضل تعالى. ابدا الكلمه بتاعتك عن فضل اتفضل القران. يلا اتفضل. بسم الله. اقرا. يلا. الحمد لله رب العالمين سبحانه لا يحصي ثناء عليه ولا نبلغ حق قدره توقيرا وإجلالا، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن حبيبنا وإمامنا رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في جمعية الشهيد الخيرية بالجمالية في حفظ القرآن الكريم. أحباب رسول الله، إن القرآن الكريم هو أصل الشريعة، فيه تجتمع تعاليمها، منه تتفرع علومها، ومن هنا كان لا بد من حفظه وفهمه والعمل به. ولن يؤتي حفظ القرآن ثماره اليانعة إلا بفهم معانيه، ولن يحوز المسلم فضل كتاب الله تعالى إلا بامتثال شرع الله. وباجتماع هذه الجوانب تكتمل الصورة الصحيحة لحفظ كتاب الله، وبذلك ينشأ جيل قرآني متمسك بكتاب الله، حافظا له، عاملا به، يقيم حروفه كما يقيم حدوده، متمثلا أخلاقه، متبعا هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم في امتثاله لكتاب الله. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله فقالت للسائل: ألست تقرأ القرآن؟ فقال السائل: بلى. فقالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. وجزاكم الله خيرا يا شيخ محمود. فعلا لابد وأن نتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. أشكركم من هذا المكان الطيب المبارك من جمعية الشهيد الخيرية بالجمالية الذي يرأسها الأستاذ جمال الدوخلي ومعاه مجلس إدارة الجمالية. ومن أولى أنشطة هذه الجمعية هذا العام هذه المسابقة التي أجريناها وبدأناها اليوم باسم فضيلة الشيخ صالح عبد الحي. أسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. تفضل. باب في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة. بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شانه ووحدوا. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم، وفرض الخمس عليه وحتم. وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أسرى به الله إليه في الظلم، وفرض الخمس عليه وحتم.